إذا أنت أو أنتي شخص عايش بالعراق، فبهذا الفيديو راح نعطيك سلاح يهكر لك الحياة من قد ما راح يسهلها عليك، ويخليك تحصل على 99% من الأشياء بمجرد الكلام. مرحبا، أنا محمد علي، وهاي قناتي الرسمية اللي أقدم من خلالها مواضيع أكيد راح تطور من حياتك وتخليك من أفضل 1% من ال8 مليار العايشين على كوكب الأرض. وكالعادة راح استخدم صيغة المذكر من أخاطب المشاهد بهذا الفيديو، بس الفيديو موجه للجنسين سواء ذكر أو أنثى. وكذلك هاي حساباتي على الانستغرام والتليجرام إذا تحب تتواصل أو تتواصلين وياي. أول شيء نريد نعرف شنو تعريف الكاريزما علمياً، وتحديداً وفق علم النفس. أكو عدة تعاريف، بس هذا التعريف يقدم المفهوم بشكل مناسب جداً، وهو الكاريزما عبارة عن مزيج من الثقة بالنفس، الحضور، التأثير بالآخرين، الهيبة. بمعنى آخر، الكاريزما عبارة عن دائرة، الجزء الأول منها يمثل القوة والجزء الثاني يمثل الدفء. وبما أنه راح نوصل لقلب الموضوع، فأريد منك شيء إذا ما سويته أتمنى ما تضيع وقتك وتكمل الفيديو، لأن أنا أحترم وقتك أكثر مما أنت تحترمه، صدقني. هذا الفيديو هو فيديو توعوي وليس فيديو ترفيهي، وهاي ال10 دقائق تقريبا اللي انت تشوفها حرفيا كلفتني بحدود 10 ساعات بس قراءة بحوث علمية باللغة الإنجليزية وتدوين معلومات حتى أقدر أقدمها لك. فكل اللي أريده منك أنه تستفاد منه بأقصى قدر ممكن، وترجع لي وراء مثلا 3 أشهر تقول لي إيش قد فادك هذا الفيديو. فاللي أطلبه منك أنه تشوف الفيديو بالكامل، زائدا تركز تركيز كامل بحيث ممنوع توقف الفيديو ولا ثانية واحدة، زائدا تحفظ المعلومات اللي راح تجي بعد شوية وتكتبها بأي تطبيق عندك، سواء بالموبايل أو اللابتوب أو الحاسبة. زائدا وهاي أهم نقطة، أنه تعيده كل فترة، مثلا كل شهر مرة واحدة، حتى تنشط الوصلات العصبية اللي بدماغك اللي راح تتكون بعد شوية. وشيء أخير، هواي بنات ما دخلن للفيديو من شافن الموضوع عن الكاريزما، وكبيهن دخلن بس طلعن قبل هاي اللحظة، ولنفس السبب. بس أحب أوضح أنه موضوع الكاريزما هو موضوع يخص جنسيا وبنفس الأهمية بالضبط، وبالعكس البنية اللي عندها كاريزما راح تستفاد أكثر من الولد اللي عنده كاريزما، لأن نسبة البنات اللي يعتقدن أنه الكاريزما مو مهمة للبنات أكثر من نسبة الولد اللي يعتقدون نفس الاعتقاد، وبالتالي المنافسة بسوق البنات راح تكون أقل بمراحل. زين، حتى تكون شخص صاحب كاريزما فاكو نوعين من العوامل اللي لازم يكونن عندك: عوامل داخلية وهي 3، وعوامل خارجية وهي 3 أيضا. بالنسبة للعوامل الداخلية وهي الأهم بالمناسبة، فتشمل أولا العقلية الصحيحة. شنو يعني؟ يعني لازم تكون عقليتك عقلية منطقية وليست عقلية عاطفية، بمعنى أي شيء يصير وياك وخصوصا المشاكل والصعوبات والضغوطات لازم تفكر بها بعقلك وليس بقلبك. كذلك لازم تتحلى بعقلية المسؤولية وتترك عنك خرع عقلية الضحية. يعني كلمة ما عندي حظ، لو مو صوتي صوت فلان، ما ريتها تطلع من لسانك منها رايح. وأيضا لازم تكون تتحلى بعقلية قابلة للتطور وليس عقلية مستقرة، لأن ماكو شيء مستقر بالكون، كل شيء أما جاي يقاوم الجاذبية ويصعد أو جاي ينزل منحدرا نحو الأسفل. وما ننسى أنه لازم تكون شخص متحرر وليس شخص محافظ، لأن الشخص المحافظ هو محافظ بكل شيء، وهذا التحفظ راح يفوت عليه فرص الدنيا. والكرزة اللي فوق الكيكة هو أنه تكون عندك عقلية استراتيجية وليس عقلية عفوية. العفوية استخدمها ويا أهلك مثلا أو صديقك المقرب، مو تستخدمها ويا زملائك بالمدرسة أو الكلية أو العمل أو المتابعينك على مواقع التواصل الاجتماعي. واعرف هواي ناس راح يعارضوني هسه، وانا احترم كل الاراء، بس بنفس الوقت انا صريح وممكن صريح زياده عن اللزوم. لذلك اي شخص يعارض هاي النقطه مال العقليه الصحيحه فهو بكل صراحه ووضوح وبدون مجامله مجرد شخص مغسول دماغه من قبل المجتمع. ثاني عامل من العوامل الداخليه للكاريزما هو انه يكون عندك انجازات ومريت بتجارب حياتيه وصعاب. شوف، اي انسان يقدر يتعلم الحكي الجاي اقوله هسه، واصلا يقدر ينسخ نص هذا الفيديو ويسوي فيديو بالضبط نفسه بس بصوته هو مو صوتي. بس اي شخص واعي بما يكفي راح يلاحظ الفرق، يلاحظ انه ذاك الشخص فعلا عنده انجازات بحياته بينما الشخص الثاني ما عنده انجازات، وراح يلاحظ ان ذاك الشخص مر بتجارب حياتيه حقيقيه، مثلا تجارب صارت خلال فتره ما قبل المدرسه او خلال المدرسه سواء فتره الابتدائيه او الثانويه او الكليه، وتجارب بالعمل وخصوصا بالمشاريع التجاريه، وتجارب ويا عشرات الناس إذا مو المئات.
بينما الشخص الثاني ما مر إلا ب10% من كل هذا. وكذلك الإنسان المر بصعوبات بحياته وصلته بيوم من الأيام أنه يفكر لمدة شهر كامل بالانتحار مثلا، هاي المعاناة والصعوبات راح تبين بعيونه وبصوته وبلغة جسده. لذلك صديقي لازم أنت قبل لا تسعى للكاريزما المفروض تبني البنى التحتية إلها. ثالث عامل من العوامل الداخلية للكاريزما وهو العامل الأخير والأقل أهمية مقارنة بالعاملين الفوق، لأن هذا يجي تلقائيا بعد توفير العاملين اللي قبله، بس أيضا خلينا نقوله من باب أنه يكون الموضوع كامل، وهو عامل الثقة بالنفس. وهذا من المواضيع اللي أنت شابع منها لأن حكى بها لي يسوى وما يسوى، لذلك أريد أسمعك الأجزاء اللي ما حد مسمعك إياها من قبل. شوف، كل إنسان عنده ثقة بنفسه بقدر معين، يعني ماكو إنسان ما عنده ثقة بنفسه، وإنما أكو إنسان عنده ثقة بنفسه بنسبة 25% مثلا، واكو إنسان ثاني ثقته بنفسه 90%. والثقة بالنفس تقدر تحصل عليها بطريقتين، أما بالتمثيل نفس ما 90% من المحتوى اللي شفته بحياتي ركز عليه، وتقدر تحصل عليها بالطريقة اللي أنا حصلت عليها، وهو عن طريق أنه تكون عندك العقلية الصحيحة واللي راح تخليك تشوف نفسك أفضل من 99% من البشر، وكذلك أنه يكون عندك إنجازات حقيقية مثل لغة ثانية ومهارات معينة، وكذلك تمر بتجارب حياتية وصعوبات وضغوطات سواء اجت قوة على نفسك أو أنت خليت نفسك بيها نفس ما أنا سويت وبعدنا أسوي. يعني ملخص هذا العامل أن الثقة بالنفس تنبني طابوقة طابوقة عن طريق التجارب. أما العوامل الخارجية للكاريزما فهي نفس ما ذكرت بداية الفيديو 3 عوامل، وهاي باقي صناع المحتوى والصفحات على انستغرام وتيك توك وغيرها، طبعا أنا ما استخدم تيك توك بالمناسبة، حكوا بيها لدرجة مللوك من موضوع الكاريزما والثقة بالنفس. فلذلك أنا قررت أنه ما أحكي عنها هواي، وإنما راح بس أذكرها وأحكي الشيء اللي أنت ما سامعه من قبل. العامل الأول هو عامل المظهر الخارجي اللي يشمل النظافة الشخصية والملابس والإكسسوارات والعطر. وبس أحب أنوه أنه الملابس حاول قد ما بيك تلبس ملابس رسمية. صح الملابس الرسمية تكون غير مريحة قدر الملابس الكاجوال أو الشبه رسمية، بس بالمقابل تخلي الناس تتعامل وياك بجدية، يعني بشكل أفضل بهواي. ثاني عامل من العوامل الخارجية للكاريزما هو الأحب أسميه فن التحدث إلى الآخر، لأن التحدث إلى الآخر بحد ذاته هذا كله تعرف تسويه حتى اللي وجه، بس الأشخاص اللي يعرفون شلون يحجون بالأسلوب المناسب ويختارون كلماتهم بدقة ويخلونها مثل السهم تنطلق من لسانهم وتصيب الهدف، هذول أقل مما تتخيل. وأخير عامل هو عامل لغة الجسد، وهذا أنت شابه حكي بيه فماكو داعي أضيع وقتك بيه. لحد هنا انطيتك سلاح إذا كنت تستحقه فراح يفيدك طول حياتك. وتذكر هذا الفيديو لازم تعيده أكثر من مرة خلال فترات قصيرة حتى تحفظ المعلومات اللي بيه. وأنا فخور بيك وفخور بيك أنه وصلت لنهاية الفيديو، وأحب أقول لك أنه أنت عملة نادرة هالزمن. ولحد هنا ينتهي الفيديو، وشكرا لكل مواطنين القناة.